طيب دكتور، عايزين نكلم الناس او ندي الناس شويه نصايح كده عن التربيه الايجابيه عشان نطلع جيل متربي صح، مش مشوه نفسيا ولا عنده اضطرابات زي ما للاسف بقينا بنشوف. طيب بصي، انت فكرتيني بجمله شهيره جدا للامام علي بن ابي طالب، كان بيقول ايه بقى، واحنا خدناها في التربيه الايجابيه. لا تكرهوا ابنائكم على اثاركم فزمنهم غير زمنكم. يعني بلاش اجبر ابني يعمل نفس التصرفات اللي انا كنت بعملها في ايام زمني، لان طبعا الزمن اتغير. انا كنت ماشي مثلا بمنهج معين، هل انا مثلا انا زي والدي والدتي زمان؟ لا طبعا. انا دلوقتي زي ابنائي انا دلوقتي اولادي؟ لا طبعا. اولادي برضو ما يكبروا اولادهم يكونوا في زمن، لازم انا اللي بجريهم في زمانهم. زمانهم غير زمني، والحياه مختلفه تماما. السوشيال ميديا بقت غازيه الدنيا كلها، التطور التكنولوجي الرهيب، الثوره المعلوماتيه. الطفل بقى فتره مراهقه، زمان كانت تبدا مثلا من 14 سنه، دلوقتي من 9 سنين يبدا الولد دخل فتره المراهقه. هنا التربيه الايجابيه بتدخل ان انا ادخل، انا انزل عقلي بعقله، اصاحب اولادي خصوصا لو سن المراهقه. في التربيه الايجابيه ما عنديش اي اوبشن غير ان انا اكون صديقه لبنتي او ابني. عمرهم ما يسمعوا كلامي غير لو انا هكون صديقه ليهم. فلازم نهدى واحنا بنربي اولادنا. واخر حاجه عايزه اقولها، يعني ان ربنا قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا، فابني ده هبه من ربنا، اهم حاجه كمان في الدنيا، فلازم يعني نحافظ عليها. طبعا استمتعوا بتربيه اولادكم. طبعا.